السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، جبت لكم الوصفة المطلوبة بشدة واللي هي وصفة الكروكي. 3 بيضات وانتيا درتي هذه الوصفة. وصفة تقطع كمية لا بأس بها، تقدري تديريها فطور، تقدري تديها الكش يعني مناسبة لأي حاجة، تقدري تعتمديها كمشروع للمقاهي، أي حاجة يعني تقطع من 22 حبة إلى 25. راح نحتاج في المكونات 3 بيضات، راح نحتاج كذلك كاس سكر ولا 200 جرام، راح نحتاج كذلك كاس زيت تغسيل الإصبع ولا يعني 220 مليلتر، وراح نحتاج شوية تاع كاوكاو وزوج خمارة، وراح نحتاج كذلك يعني من ربع كيسان حتى 5، يعني من 400 جرام حتى 500 جرام من الفرينة اللي يحوسوا طبعا بالجرام. انا هذا الوصفة راح نكيل بالكاس، يعني البيضة تاعكم اللي تحب كذلك بالكيلة راح تجيها 240 مليلتر، يعني اللي تحبها بالكيلة. واللي ما تحبش بالكيلة هتكيل بالكاس كما انا كيلت لكم بالكاس. راح تجيك 3 بيضات سوسوة، واذا خصك زيدي بيضة. بهذه الطريقة راح نضيف السكر تاعي، واللي قلت لكم باللي كاس يكون يعني معمر، يعني مع ماشي ناقص ولا يكون معمر. من بعد راح نبقى نخلط، انا خلط بالباتور وباه يعني نربح شوية تاع وقت. بالنسبة لي ما عندوش الباتور يخلط غير بالخلاط اليدوي ولا بالمغرفة حتى يذوب السكر، يولي عندنا واحد الخليط هكذا مايل الابيض، يعني ماشي ابيض ولا يطلع ولا ماشي مشكل. واللي عندها البيتخا هاي سهلت على روحها. راح نضيف الزيت يعني بالتدريج، ماشي شرط قلت لكم يطلع ابيض ولا عادي نورمال، غير ذوبي السكر وباه يعني من بعد كي يطيب ما يجيش يقهم، يجي السكر تاعنا ذايب. من بعد راح نضيف نص ملعقة كبيرة من المربى. راح يمد واحد البنة روعة للكروكي تاعنا. من بعد راح نضيف كذلك الكاوكاو اللي كنت كان متبقي لي عفوا من وصفة أخرى، ضفته هو، يعني درنا مغرفة كبيرة. وراح نبقى نضيف في الفارينة. راح ضفت الكاس الأول، قلت لكم تديكم من ربع كيسان حتى 5، يعني ما تفوتش ولا 3 كيسان ونص. راح نضيف الخمارات التوعية، يعني حسب البيض تاعك. كاين مثلا الكاس تاعها ما يتمللهاش مليح بالبيض، مش راح يديلها بزاف الفرينة، والعكس كاين اللي تعمروا سوا الكاس وبالتالي راح يديلها الفرينة. والفرينة تاعنا يعني راح تختلف، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. نبقى نخلط، انا حبيت نخلط شويه بالباتور وبعد تدخلي يعني المكونات مليح. من بعد راح نتم بالملعقه ولا بيدي كما تحبي، يعني خلطي انتي واش عندك واش يساعدك، ماشي شرط كامل. من بعد راح نتم انا بالملعقه كما راكم تشوفوا هنايا. راح نضيف الكاس الثاني ونبقى نخلط. وقلت لكم هذا الكروكي تقدري تديريه لاي حاجه، يعني لاي مناسبه، لاي ضياف جوك عن غفله، يعني كمشروع، يعني للمقاهي ولا مثلا هذوك المعلبات هذوك اللي نشوفوهم في الاسواق، غادي تشري هذوك البايض وتعلبي فيه. ضفت الكاس الثالث كما راكم تشوفوا هنا، ونبقى ندخل في الفرينة تاعي. بصح هذه العجينة لازم ما تيبسوهاش، هذا الكاس الرابع، يعني تكون طرية هذه العجينة، لأنه لو تيبسوها راح يجيكم يابس وما يجيكمش خفيف. هذا الكروكي راح يجيكم معجن وما يجيكمش بالطريقة اللي كم تحوسوا عليها، وبالتالي ما ينجح لكمش، يعني يجي ماشي مليح كامل، وما مش راح يعجبكم. وبالتالي أنا دالي ربع كيسان تقريبا مغرفة، زدت مغرفة من الفرينة حتى طمت لي بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا هنايا أنا ما يبستش العجينة تاعي، خليتها شوية يعني مطلوقة كما راكم تشوفوا هنايا. غنهبطها في البلو دو ترافاي تاعي، وراح نبقى نعلم فيها. راح نقسمها انا على زوج، يعني هذه العجينه راح نقسمها على زوج. حبه الكروكي تاعي ما يجيني كبير ما يجيني صغير. بالنسبه اللي تحبوا مثلا الكبير راح ما تقسميهاش كامل، ديريها كامل حربوش. واللي تحبوا يكون صغير شويه تقسمها على 3 حبات. انا مش حابه نديرو محشي، اللي تحب ديرو محشي راح تحشي مثلا بالكاكاو، راح تلون عجينه وتحشيه عادي جدا. انا دهنت السنيوه تاعي بشويه تاع زيت، ولا تحبي ديري ورق الطهي واش يساعدك انتيا، شويه تاع زيت مش راح يلصق.
راح نبقى نحربش فيه بهذه الطريقة، ونحاولوا انه نتجنبوا الهواء ولا يعني اللي يجي في الكروكي تاعنا، باه من بعد يجينا الكروكي تاعنا مليح. من بعد يعني هزيه غير بشويه وحطيه حطيه في الصنيوه عفوا، وبقي تسقمي فيه يعني بهذه الطريقه. كاين اللي ما يحبوش مثلا الكروكي يكون الحبه تاعو كبيره، كما قلت لك اقسمي العجينه تاعك على 3، يجيك ماو كبير ماو صغير. انا حبيته شويه يكون كبير يعني الحبه تكون كافيه ووافيه لاي شخص تاعها. زد الحربوش الثاني، اذا لصقكم يعني ما قدرتوش تتحكموا فيه، عاونوا روحكم بشويه زيت وما تكثروش الزيت، ولا شويه فارينه. الفارينه تخافوا مثلا يبس لكم وما يجيكمش كامل مليح وبالطريقه اللي تحوسوا عليها. من بعد راح نبقى ان يعني نسقم الكروكي تاعنا، نسقم له الحواف مليح، باه من بعد كي يطلع يجي شكله مليح. كما راكم تشوفوا هنا هذا الكروكي يطيب 160 حتى 180، يعني ما تكثرولوش درجة الحرارة. تشعلي له من تحت، ومن بعد غير يطيب من تحت راح تشعلي له من الفوق، يتحمر تحميرة صغيرة وتخرجيه كما راكم تشوفوا هنايا. من بعد انتي واش عندك حابة تزينيه؟ انا زينته بالمربى، تقدري تزينيه بالناباج، بالعسل. اذا كان ما عندكش يعني انتي وش يساعدك. التزيين هذا راح يبقى اختياري، وش ولادك يحبوا ولا الدار تاعكم يحبوا. انا رحت جبت شويه كاوكاو كان عندي ايفيلي، كان محمص، لازم يكون محمص. ضفته فوق الكروكي تاعنا كتزيين. بالنسبه اللي ما يحبوش يزينوه كامل، تقدري مثلا تديري هذا الكاوكاو قبل ما يطيب يعني فوقه، تخليه يطيب مع يعني يطيب مع الكروكي تاعنا. انا الحربوش الاول درت له الكاوكاو، والحربوش الثاني درت له انواع كوكو. يعني انتي واش تحبي تزيني. بالنسبه لقلت لكم اللي ما يحبوش يزينوه بالكونفيتور ولا اي حاجه، تقدري ديري الكاوكاو قبل يطيب معه. ولا ما تحبيش الكاوكاو، ديري صفار بيضة وشويه تاع كاكاو ولا شويه تاع قهوه سريعه الذوبان، تخلطيه مليح وتدهنيه يعني، وتعلمي عليه بالفرشاطة، يعطيك واحد الشكل رخامي ما شاء الله. وتخليه يطيب وتخرجيه يعني لوليدتك ولا لأي مناسبة كانت عندك، ولا أي ضياف جاوك، يجي روعة هذا الكروكي. يقطع يعني كمية لاباس بها. كما قلت لكم انايا نقطع لي 22 حبة. هذه 22 حبة جاتني مع الحواف. يعني كتعودي مثلا تقطعي للمشاريع، حاولي تجنبي مثلا الحواف، يعني ما تكثريش فيهم، قطعيهم غير شوية. هذه يعني تقدري قلت لك مثلا الماكثة في البيت، للمقاهي، للدار تاعك. يعني كروكي ما شاء الله ولا أروع، راح يجي يعجبك. خاطر ساهل وبنين يعني. نتمنى انك تجربيه، واكيد واكيد راح يعجبك. ما تنسيش ديري اشتراك في القناة تاعي، والى الملتقى ان شاء الله.